السلام عليكم. عاملين ايه يا شباب؟ معاكم باشمهندس حسن. في الفيديو ده هنحل مع بعضنا بعض الأسئلة الصعبة اللي كانت موجودة في النماذج، فركز معايا وصلي بينا على سيدنا النبي الأول. تعالى نبدأ مع بعضنا ببعض الأسئلة اللي بعض الطلاب كانت وقعت فيها في الأسئلة. تعالى نبدأ بالسؤال 7. الراجل اللي بيقول لك ايه؟ بيقول لك لو الطول الموجي زاد بنسبة 2%، فإن سرعة الصوت قبل التسخين كانت 340. عايزين نعرف التغير في السرعة هيبقى كام في المية؟ 2%. اشمعنى يعني يا باشا؟ أصل العلاقة ما بين السرعة والطول الموجي علاقة طردية، فلو طول الموجي زاد ب20% يبقى السرعة هتتغير برضه بكام؟ ب20%. طيب تعالى ناخد مع بعضنا برضه سؤال ناس كتيرة برضه وقعت فيه. تعالى مثلا نحل مع بعضنا سؤال رقم 12. راجل بيقول لك ب 12، بيقول لك يقف رجل عند نهاية صخرة. الراجل ده عمل 120 موجة خلال تلت دقيقة. تلت دقيقة دي اللي هي 20 ثانية، تمام؟ وقال لك نص القطر الخارجي كان بيساوي 60 سم. طبعا انا قلت لك نص القطر ده اللي هو مين؟ اللي هو الاكس، اللي هو المسافة. الراجل عايز يجيب الطرد وعايز يجيب الطول الموجي. طيب احنا قلنا الطرد بيساوي ان على تي. الان ب 120، التي ب 20، فيطلع معايا بيساوي 6. طب الطول الموجي بيساوي ايه؟ اكس على ان. الاكس ب 60، طيب والان بكام؟ والان ب 120، فيطلع معايا بيساوي نص. ويطلع معايا اللي هي الإجابة الصح، اللي هي الإجابة رقم ب. طيب تعالى ناخد مع بعضنا سؤال ثاني برضو بعض الطلاب وقعت فيه، اللي هو السؤال رقم 15. الراجل اللي بيقول لك ايه في السؤال؟ بيقول لك إذا كانت المسافة الأفقية بين القمة الثانية والقمة والقاع الثالث كان بيساوي 12، عايزين نجيب الطول الموجي. احنا قلنا قبل كده القمة والقاع بنعمل ايه؟ بنطرح وبنزود نص، فيبقى 3 ناقص 2 زائد نص، يعني عدد الدورات يطلع معايا بيساوي 1.5. بس لمدة بتساوي اكس على ان، فيبقى 12 على 1.5 يطلع معايا فيها 8. طيب تعال نحل السؤال ده اللي هو سؤال رقم 17. الراجل بيقول لك ايه؟ انا عايزك تجيب لي الفترة الزمنية ما بين البي والكيو. طيب صلي بينا على سيدنا النبي الاول. هنا من اول هنا لحد هنا ربع دورة. طيب ما هي الكيو دي في النص، يعني الكيو دي بتنصف الربع، فيبقى ده كام وده كام؟ يبقى من البي للكيو بربع على الاثنين اللي هي تمن. يعني بالنسبه لي من اول البي لحد الكيو دي بالنسبه لي كام دوره؟ دي بالنسبه لي تمن دوره. ليه؟ هنا ربع، دي نص ربع اللي هي تمن. بس التردد اللي هو 12 ونص بيساوي ان على تي. الان الراجل قالك بكام؟ بتمن على التي. اطلع من هنا التي، يطلع معايا التي بيساوي 1/100 ثانيه. طيب ده بالنسبة للامتحان اللي هو امتحان التفوق. كان في بعض الأسئلة السهلة، كان معظمه سهل ما عدا الأسئلة اللي احنا حلناها. تعالى طيب ندخل مع بعضينا على امتحان الباشمهندس. ركز معايا. الراجل بيقول لك ايه؟ لو النسبة ما بين الزمن الدوري والتردد 1 على 625، وبقول لك ان عدد الذبذبات عايز اعرفها تبقى بكام لو الزمن ب 25. طيب احنا خدنا مع بعضين قبل كده ان زمن دوري على تردد بيساوي تي تربيع. طب تي تربيع بيساوي 1 على 625. عايز اجيب الجذر للطرفين عشان اخلص من تي تربيع، فيطلع معايا ان التي بتساوي 1 على 25. طب ما هو التي ياض يا حموكشه بتساوي تي على ان. طيب هي التي بكام؟ 25 على الان، طرفين في وسطين، يطلع معايا الان بيساوي 625. طيب تعالى نحل مع بعضنا السؤال 2 ده، عشان السؤال رقم 2 ده كان متكرر في كذا نموذج. فصلي بينا على سيدنا النبي الاول. الراجل بيقول لك ايه في السؤال؟ الراجل بيقول لك نغمتين تردد الأولى كان بيساوي 680، التردد الثانية كان بيساوي 425، وبقول لك الطول الموجي إحداهما بتزيد عن الأخرى بمقدار 30 سم. طبعا 30 سم ده اللي هو 3 من 10.
تمام. الراجل عايز ايه بقى؟ الراجل عايز يعرف السرعه. طيب بص معايا هنا، انا بقول لك ان الطول الموجي لاحداهما بيزيد عن الاخرى بمقدار 3 من 10 متر. طب هل انا هنا عرفتك هو مين الاكبر؟ يعني هل لمده واحد بتساوي لمده 2 زائد 3 من 10، ولا لمده 2 بتساوي لمده واحد زائد 3 من 10؟ مين الصح؟ بص يا باشا، شوف اقل طول موجي فيهم، اقل تردد فيهم، مش اقل تردد فيهم اللي هو نيو 2. ايوه، يبقى لازما لمده 2 تكون اعلى واحده. ما العلاقه ما بين اللمده والنيو علاقه عكسيه، فنيو 2 اقل حاجه، فبالتالي لازما اللمده تكون اعلى حاجه. فيبقى الاجابه الصح ان لمده 2 تساوي لمده 1 زائد كام؟ زائد 3 من 10. طب تعالى يلا نبدا مع بعضنا نحل السؤال. يلا، انت عارف ان احنا بنقول لمده 1 على لمده 2 بتساوي نيو 2 على نيو 1. عوض يلا معايا. ادي لمده 1، ايه رايك لو انا عينت لمده 2 وحطيت بدلها لمده 1 زائد 3 من 10 بتساوي نيو 2 اللي هي 425، نيو 1 بتساوي 680. طيب طرفين في وسطين، يطلع معايا ان لمده 1 بتساوي نص. طب انا كده معايا لمده 1 بنص ومعايا نيو 1 ب 680، يبقى الفي بتساوي لمده في نيو، لمده 1 في نيو 1، يبقى نص في 680 يطلع معايا بيساوي 340. طيب السؤال اللي بعديه، الراجل بيقول لك ايه؟ بيقول لك معانا سفينتين، سرعه الاولى كانت بكده وسرعه الثانيه كانت بكده، وبقول لك ان الفتره الزمنيه اللي ما بينهم كانت بتساوي 6 ثواني. انا عايزك تجيب لي المسافه. في قانون كده اخترعناه مع بعضينا، قلنا ان المسافه بتساوي دلتا تي على 1 على في 1 ناقص 1 على في 2. بس يا دي حماصه ياض، عوض تعويض مباشر ياض. يبقى الدلتا تي اللي هي بتساوي كام؟ 6، يبقى 1 على 340 ناقص 1 على 1480. لما تيجي تحسب ده بالآلة هيطلع معاك بيساوي 2 6 5 0 0. طيب ده بالمتر، هو عايزها بالكيلومتر، عشان تحول متر لكيلومتر اكس مع 10 اس 3، او قصدي اكس مع 10 اس 3، فيطلع معايا الاجابه الصح اللي هي الاجابه رقم ده. طيب صلي بينا على سيدنا النبي. انا عارف الامتحان ده كان ملغم شويه بس ما علينا. بقول لك اذا كانت المسافه بتساوي 6 كيلو متر وسرعه الصوت كانت كده، تمام، وادي سرعه الضوء اهو، ده بقول لك ده سرعه الضوء وده الفتره الزمنيه وده المسافه، والراجل عايز يعرف سرعه الصوت بتساوي كام. برضو الناس اللي معانا طبعا، اللي ايه اللي مش معانا خسران كتير قوي يعني، باشمهندس فوق يا باشا. السرعه بتساوي مين؟ كنا بنقول دي في في على دي ناقص دلتا تي في في. طبعا القانون ده ولا حد هيقول لك عليه ليه، ده اختراع يا كوتش. طيب الفي دي اللي هي في دو، بس بقى خلاص بقى، خلاص بقى، عوض بقى يا معلم باشا. الدي اللي هي بكام؟ الدي اللي هي 6 كيلو، يبقى 6 في 10 اس 3. سرعه الضوء 3 في 10 اس 8 على الدي، الدي اللي هي بكام؟ 6 في 10 اس 3 ناقص الدلتا تي بكام؟ 18 علامه كام؟ 7 4 9 9 في الفي اللي هي سرعه الضوء 3 في 10 اس 8. بس تحسب ده بالاله هيطلع معاك الاجابه اللي هي ده. طيب تعالى ركز معايا وصلي بينا على سيدنا النبي الاول. بقول لك ايه برضو في السؤال، السؤال ده احنا حلينا زيه في النموذج الثاني فمش لازم نعيده تاني. طب سؤال هنا بقول لك اذا كان لمبه 1 بتساوي نص ولمبه 2 بتساوي 2 من 10 وفي 1 بتساوي 630، عايزين نجيب في 2. هنا هتقول لمبه 1 على لمبه 2 تساوي في 1 على في 2 طرفين في وسطين، طلع من هنا الاجابه اللي هي الاجابه رقم ب.
ماشي. تعالى طيب نشوف مع بعضينا سؤال صعب تاني. برضه سؤال زي ده كنا لسه حالين واحد شبهه، ولكن تعالى نحله تاني عشان في ناس بتلخبط فيه. انا هقول لك الطريقه. ده نيو واحد، ده نيو واحد، وده نيو اتنين. بقول لك الطول الموجي لاحداهما بيزيد عن الاخر بمقدار 2 على 3. عايز اعرف السرعه. برضه هنا انا ما اعرفش هل لندا واحد هتساوي لندا 2 زائد 2 على 3، ولا لندا 2 تساوي لندا 1 زائد 2 على 3. طبعا الاجابه دي صح. ليه بقى؟ مش انا معايا اجل طول اجل تردد اللي هو نيو واحد، يبقى لازما لندا 1 تكون اعلى واحده. احنا قلنا علاقه ايه عكسيه. بس هتقول ايه بقى؟ هتقول لندا 1 على لندا 2 بتساوي نيو 2 على نيو 1. طيب نيو 2 بكام؟ نيو 2 قال لك بيساوي 510. نيو 1 بتساوي 255. لندا 1 عينها هحط بدلها لندا 2 زائد 2 على 3 على لندا 2. طرفين في وسطين اطلع من هنا لندا 2، وبعدين اقول الفي بتساوي لندا 2 في نيو 2 وحالات المساله. طيب تعالى ركز معايا في السؤال ده. الراجل بيقول لك ايه في السؤال؟ اقول لك لو انا معايا السرعه ومعايا التردد، هو بيقول لك ان المسافه الرأسيه تساوي المسافه الافقيه. هات لي السعه. طيب تعالى الاول نجيب الطول الموجي. مش الطول الموجي بيساوي في على نيو؟ الفي 3 علامه 2، النيو 16. اطلع من هنا مين؟ اطلع من هنا اللندا. طيب يطلع معايا اللندا بتساوي 2 من 10 تقريبا. طب ال 2 من 10 دي بقى الراجل عايز يجيب السعه. انا بقول لك المسافه الافقيه بتساوي المسافه الرأسيه، صح؟ حلو. هي المسافه الافقيه دي كنا بنسميها مين؟ نص لندا. طب المسافه الرأسيه اسمها مين؟ 2 ايه؟ ضعف السعه. بس معاك اللندا ب 2 من 10. طلع من هنا الساعة، يطلع معايا الساعة بيساوي 5 من 100. طيب تعالى ده بالنسبة للامتحان ده والأسئلة الصعبة اللي فيه. تعالى ندخل مع بعضنا على الامتحان اللي بعده. ركز يلا بقى معايا كده إيه وصلي بينا على سيدنا النبي الأول. طبعا في بعض أسئلة متكررة، تمام؟ فالأسئلة المتكررة دي أنا مش هتلاقيني إن أنا إيه إن أنا بحلها تاني يعني. تعالى نحل السؤال ده 48. الراجل بيقول لك إيه؟ أنا عايزك تجيب لي الفترة الزمنية ما بين البي والكيو. بص طيب، مش أنا عارف إن الزمن الدوري بيساوي في على لندا؟ طبعا الكلام ده ايه؟ الكلام ده غلط. بص يا باشا، هو مش الفي بتساوي لندا على التي؟ يبقى التي بتساوي مين؟ لندا على الفي. حلو قوي. هو مش الزمن الدوري ده، مش الزمن الدوري ده كان بيساوي تي على ان؟ طب ما الان ممكن اخدها من هنا، اي حاجه تحت عايز اوديها هناك بوديها بطلعها فوق. فممكن الان اللي هي تحت دي اوديها هنا. لو انا عملت طرفين حتى في وسطين هلاقي الان دي جت هنا. طيب بص، من البي للنقطه دي موجه، دي موجه، ومن هنا لهنا كام موجه؟ موجتين. يبقى الفرق ما بين البي والكيو كام موجه؟ موجتين. فعين الان دي واحط بدالها كام؟ واحط بدالها 2. فيبقى 2 لندا على البي اللي هي الاجابه رقم كام؟ الاجابه اللي هي رقم ب. طيب تعالى برضو نحل مع بعضنا سؤال زي ده ناس كتير وقعت فيه. ايه العلاقه ما بين التيز كابيتال والان؟ علاقه ثابته. اشمعنى علاقه ثابته؟ مش انا عارف ان التي بتساوي تي على ان؟ فلو انت سويت تعادل دورات لازم الزمن يزيد. يعني مثلا انا رحت بقول لك ايه، انا رحت الساحه لفيت 10 دورات في 20 دقيقه. طب لو واحد راح الساحه لف 20 دوره في 40 دقيقه، طب ما هي انت لما بتزود عدد الدورات بتزود الزمن معاها بنفس المقدار، فبالتالي يفضل الزمن الدوري ايه؟ ثابت. ماشي يا عم الباشا. تعالى طيب ركز معايا
صلي بينا على سيدنا النبي الأول. تعالى نحل سؤال رقم 11 عشان الناس وقعت فيه. بص يا باشا، أنا بقول لك لو المسافة ما بين القمة الأولى والقمة العاشرة إكس، طبعا يعني عدد الموجات بكام؟ 9. والمسافة ما بين وعدد الموجات كان إن خلال زمن تي. السرعة بتساوي إيه؟ طب بص، السرعة بتساوي لامدا في نيو. طيب اللامدا عبارة عن مين؟ إكس على إن، طبعا الإن هنا قالك ب9. طب الطرف بيساوي مين؟ إن على تي، فيطلع معايا إكس في تي، يطلع معايا الإجابة اللي هي إكس في إن، الإكس في الإن على 9 في تي، اللي هي الإجابة الصح، اللي هي الإجابة رقم كام؟ الإجابة الصح اللي هي الإجابة رقم ألف. يبقى إكس في إن على 9 في مين؟ على 9 في تي. طيب تعالى ندخل، سيبك من تكفير الذنوب دلوقتي، خليها في الآخر إيه، نكفر بقى عن خطايانا. تعالى برضو نشوف مع بعضنا الأسئلة اللي بعض الطلاب وقعت فيها. تعالى بص، بقول لك لو التردد ضعف الزمن الدوري، هات لي الزمن الدوري. التردد ضعف الزمن الدوري. ايه رأيك لو عينت الزمن الدوري ده وحطيت بداله 1 على نيو، فنيو في نيو بنيو تربيع، يبقى نيو تربيع بتساوي 2، يبقى نيو بتساوي كام؟ جذر 2. فيبقى الزمن الدوري بيساوي 1 على جذر 2، اللي هو بيساوي ايه؟ الشجلوب بتاعه. طيب ماشي، حلو قوي. تعالى نشوف مع بعضنا سؤال 5. بقول لك إذا كان طول الموج كان بيساوي 33 وده الزمن الدوري، وأقول لك لو ده الزمن الدوري هات لي طول الموج. طب هو إيه العلاقة ما بين اللامدا وما بين الزمن الدوري؟ طردية. ليه؟ مش الفي بتساوي لامدا على التي، فيبقى طردية، يعني لامدا 1 على لامدا 2 بيساوي في 1 على في 2، بس الطرفين فاصلين هيطلع معايا الإيه؟ هيطلع معايا الإجابة على طول. طب سؤال زي ده، بقول لك دي العلاقة ما بين اللامدا والفي، الميل هيساوي مين؟ الميل يا باشا هيساوي الزمن الدوري مش التردد. التردد لو في ولامدا، الفي على لامدا اللي هو التردد، اما لامدا على في مجلوب التردد اللي هو الزمن الدوري، فيبقى الميل بتاع الاي اكبر من البي، فيبقى التي بتاعت الاي اكبر من التي بتاعت البي. يعني الاجابه الصح اللي هي الاجابه رقم الف. طيب السؤال ده عشان ناس كتير وقعت فيه، السؤال بيقول لك ايه؟ لو هنا الموجه ايه، عايزين نعرف مع بعضينا الزمن الدوري يبقى بكام، علما بان الايه لما اصبحت قاع خدت 1.5 ثانيه. بص طيب معايا، ادي الايه هتصبح قاع امتى؟ لما تمشي ده كله وتقف هنا كده هتصبح قاع. يبقى من اول هنا لحد هنا خدت كام موجه؟ خدت 3/4 موجه بس. يبقى انا عايز اجيب الزمن الدوري، تي على ان يبقى 1.5 على 3/4. تمام، يطلع بقى معايا زي ما يطلع. طيب السؤال اللي بعديه، الراجل بيقول لك هات لي السرعه. طبعا انا عارف السرعه بتساوي مسافه على زمن، الزمن ب10. الفكره في الزمن في المسافه، لقيت ناس حمير خدوا الاربعه. غلط، الاربعه دي غلط. الاربعه دي اللي هي السعه. لما بنيجي ناخد المسافه الايه؟ المسافه الافقيه، يبقى 2 على 10. 2 على 10 اللي هي 2 من 10. برضو سؤال زي ده اسمه سؤال سهل ممتنع. الراجل بيقول لك هات لي السرعه. مش السرعه بتساوي مسافه على زمن؟ ايوه. طب ما هو ده المسافه اللي هي الكيو. طب الزمن، ما ده الزمن اللي هو البي، فيبقى كيو على بي. ماشي. تعالى بقى هنا بقى ركز بقى معايا. الراجل بيقول لك لو ده ال وده ام وده ان وده او، عايزك ترتبهم لي من حيث الزمن. بص طيب معايا، تعالى اراجع لك على حاجه كده صغيره. بص، احنا كنا بنقول مع بعضينا ده البندول،
كنت بقول لك ايه، هي مش السرعه هنا لو هسمي ده مثلا تي 1 وده تي 2، كنت بقول لك ان السرعه في النص كبيره. طب لو السرعه كبيره يبقى الزمن ايه؟ الزمن ايه؟ قليل. العلاقه ما بين السرعه والزمن علاقه عكسيه. طب هنا السرعه صغيره جدا تكاد تكون صفر، فبالتالي الزمن ايه؟ الزمن كبير، يعني الزمن ده اكبر من ده. طب تعالى هنا برضو نفس الموضوع، الزمن ده اكبر من ده اكبر من ده، يعني الزمن بتاع ال NO اكبر من ال MN اكبر من ال LM، اللي هي الاجابه رقم كام؟ اللي هي الاجابه رقم دي. تعالى ندخل مع بعضين على امتحان المعافى. ركز معايا يا باشا. برضو تعالى نشوف مع بعضينا الاسئله اللي كان فيها بعض التريكات، بس صلي بينا على سيدنا النبي الاول. بص يا حموكش، الراجل بيقول لك ايه؟ الاضطراب الذي ينتقل من موضع لاخر اسمها الموجه المرتحله. دي تعريف وشرحناه مع بعضنا، قلنا الموجه المرتحله. الراجل بيقول لك رتب لي السرعات. اعلى سرعه بتاعت الصوت سرعه في المواد الصلبه، اكبر سرعه المواد الصلبه، بعدين السائله، بعدين الغازيه. وقلت لك ايه؟ قلت لك لو انا معايا حته حديده وضربت بيها على الباب حديد تلاقي صوت عالي. طب في الهواء، طب في الميه تلاقي الميه في صوت قليل، في الهواء اقل صوت. ماشي. تعالى طيب ركز معايا، صلي بينا على سيدنا النبي الاول. ده سؤال برضو ناس كتير ما عرفتش تحله، سؤال انا كنت شارحه وموجود في ثالثه ثانوي. بيقول لك هات لي فرق الطول. كنت بقول لك في فكره، فرق الطول بيساوي 2 باي في المسافه على لندن، ده قانون ثابت. ادي 2 باي، المسافه بكام؟ المسافه الراجل قال لك ب 250 سم، يبقى اضرب في 10 والسالب 2 على لندن اللي هو 20، يطلع معايا بيساوي باي على الاربعه. ماشي. طبعا السؤال ده ايه؟ السؤال ده مش علينا ملغي، او مش ملغي، ان شاء الله ناخده مع بعضنا في ظاهره الايه تبادل. ده كان بالنسبه للامتحان. اتمنى الناس تكون استفادت بالفيديو ده. توفيق ليكم وربنا كده